قلت لي طلع يكمل دراسته، شو طلع يعمل؟ هات لشوف. هو بيعمل كورسات كل فتره، الزلمه طلع يعني عنده كورس بده يساوي هيك. شو قاعد بشاور لك انا سكرتير. طب لك الزلمه، لك اسمع لك طلع يعمل كورسات. طب ليش طلع امبارح احمد حاج علي وقال عليه حرامي ونحن اقلناه؟ ليش؟ احمد حاج علي بيمثل الدوله مثلا يعني. لك شو بيحكوا معه على لك هدول اكبر شبيحه للدوله، يخرب بيت قلبك ما اكذبك. اذا انت اصغر واحد. الدوله وقت تطلع شيء بتطلع ريال من عندها. ليش شحاطه ماله عضو مجلس شعب يا فهمان؟ ما محسوب عليكم شحاطه؟ ما اكذبك. الدوله ولا بيمثل الشعب؟ اكذبك. بالسياسه؟ لا ما بفهم بالسياسه، لا هبله. الشعب لا بيمثل الدوله. لا ما اذا نفهم بالسياسه ودعسنا سياسه شو عملنا فيكم الرصاص؟ قوية يا قوية، هي لطف قوية. الشام عندكم وين في عندكم بيانين محتلينها؟ شوف لأقول لك شغلة، المطار الطيارة اللي رجعت امبارح، أنا اتصلت على الطيران المصري بألمانيا وسألتهم قال الطيارة رجعت لأنه جيفيرلش على حسب فهمي أنا بالألماني، إذا بدك ترجمها أنت إذا مالك تصدقني يعني خطر. عرفت كيف؟ يعني دينجرس يا أستاذ اللي عايش بأمريكا، إيه مباشر سائر. عرف كيف يا استاذ؟ جيفيرلش خطر. سوريا خطر، فيها الجيش السوري الحر لاعن ابو امه لبشار. اللي شو بده يعمل بقى بشار؟ شو بده يعمل بشار؟ لاعن ابو امه. قال طلع لك يا سائر، قال جهاد طلع يكمل دراسته وما انشق الزلمه. كمل. ايه الجيش الحر ولا القاعده؟ الجيش الحر اللي كاسر راسك، ما عندنا قاعده، ليك انا ضد القاعده لمعلوماتك، هي اقول لك اياها على الهواء مباشره. انا مالي بهلا. ليك الشعب السوري يا فهمان، الشعب السوري اللي صار على جحشة بشار وعلى امثالك ما راح استورد ناس من برا يا كر، ما استورد ناس من برا. هلا انت ليش تعبتك جبهة النصرة؟ بيتك انت جبهة هلا انت من كل المجاهدين ما عم تذكر الا جبهة النصرة وجيش السوري الحر اللي كاسر راسك وجيش الحر اللي سكر لك مطار دمشق الدولي يا غبي، يخرب بيتك ما اهبلك. طيب ماشي صدقناك خلص، انت جيش كر جبهة النصرة جيش الحر ولا شو ها؟ طيب اللي بدك اياه جبهة النصرة شو هي؟ لك هلا بسألك سؤال، انا بدي اسالك سؤال صغير. انا لك ما عم بهرب، فشلت اني اهرب. لك فشلت. هاي واحد على مليار من الثوار اللي عم تحكي عليها ما بتشكل الثوار اذا انت عندك مشكله مع جبهة النصرة. انا عم بقول لك واحد على مليار طبعا. ليش كم واحد مع بشار؟ ما في 2000 واحد مع بشار الاسد. في حلب شفناها والاعلام اللي رفعت بالشام يا سيدي بدنا ناخذ سوريا غصب عنكم وبدنا نرجعها نظيفه غصب عنكم، بدنا نوسخها، بدنا نطهرها من اوساخكم. فشرت تكون لك ولا ايران يا واطي، فشرت لا لك ولا ايران ولا لعب سوريا للشرفاء فقط. عم صير لانه اقل واجب اني اعمله معك. فشرت ليك امي ميته، لا تحكي على امي، اوعك تجيب سيره امي يا لطف، اوعك ها كل عائلتك ما بتكفيني، اوعك تجيب سيره امي على لسانك، امي متوفيه، اوعك تجيب سيره امي على لسانك. عم تفهم؟ عم تفهم؟ طبعا سرمايه امي بتشرف عائلتك كلها طبعا. امي دمشقيه، امي تاج راس الثوار يا كلب. عم تفهم؟ وربتني ليك، انا تربايه امي على فكره. ها انا تربايه امي، يولي الشرف تكون تربايه امي. وبتعرف شغله، بتعرف شوف ليك يا لطف يا مع شو خراس ولا اوعى كلمه تحكيها زياده بقطع على راسك. خراس وسد حلقك ليك داعسين على راسه لبشار الاسد. تضرب انت واللي رباك يا واطي يا حقير يا تربايه انجاس ايران. يا ايراني يا واطي، يا ايراني كلبك ودع. سكر الجحش.